السلام عليكم غزالات ديالي، ومرحبا بكم معايا في قناتكم الوجد يا ام سيم، ومرحبا بكم معايا كذلك في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا دجاج محمر معمر بالشعريه الصينيه وبالدغميره اللي كيجي اكثر من رائع. اللي ذاقوا يسولكم على المقادير والطريقه. هنايا اول حاجه غادي نديروا الشرموله. عندي القزبر ومعدنوس مقطع، عندي 5 فصوص ديال الثوم، عندي معلقه مع مرش ديال سكينجبير، نص معلقه ديال ابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، عندي شويه ديال القزبر يابس مطحون. هنايا عندي عصير ديال نص حامضه، المهم درت هنا تقريبا واحد معلقه كبيره عامره، وديك المعلقه الاخرى غادي نخليوها حتى من بعد وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نستعملوها. درت هنايا نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، وهنا معلقه صغيره ديال السمن. ما حارشه البنات، الا كان حار ديروا غير النص. وهنايا غادي ندير غير اللب ديال الحامض مصير. انا هنايا نسيت ما خرجتوش من الفريكو، كان عندي في الفريكو باقي مجمد، المهم ماشي مشكل غنحيدو غير بالموس. وعندي هنايا واحد الضويمه ديال الزعفران اللي ذوبتها هنايا في هذا الكاس قل 4 ديال الماء اللي يكون طايب حتى دابت، وخليت داك الماء حتى دفى عاد باش غادي نخويه على هاد العطريه هذه. عرفتوا البنات كيجي مشرمل خطير خطير واعر. هنايا عندي هاد الفصوص ديال الثوم، درت 5 حيت انا غندير 2 دجاجات. غادي نحك هذوك الفصوص ديال الثوم، كيجي واحد المذاق فيه رائع وكيجي طايب، والصدر ديالو كيجي فتي. غادي نوريكم حتى الطريقه كيفاش تجيكم بالصدر فتي. وهاد الشرموله هذه البنات من الاحسن ديروها بحال الليله قبل. مثلا لو كنتو غديروه في الغدا ديروه في الليله قبل، في الليل شرملوه، ولا على الاقل الا ما عندكمش الوقت ديروا واحد 4 سوايع ولا 3 باش داك الدجاج يتشرب لكم ديك العطريه ويجي بنين. هنا الا لاحظتوا معايا راه الشرموله ما كنديرش فيها الزيت لا ديال الحوت ولا حتى ديال الدجاج، ما ديروش الزيت البنات باش داك الدجاج يشرب لكم العطريه. هنا زدت واحد شويه ديال القرفه، هذا غير الحامض، عاود زدت واحد شويه. راه غسلت الدجاج مزيان بالملحه والحامض. هنا هاد العطريه قسمتها على زوج، غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديروها. هنا البنات الصدر تقبوه بشي موس بحال هكا، ودوك البلايص حشيو فيهم العطريه تما، تدخل فيهم العطريه باش يجيكم داك الصدر فتي ويجي بنين، ما يجيش صامت، ما يجيش مسوس. وإلا شفتوا معايا البنات واحد الحاجه راه نسيت انايا، الملحه حتى تقسموا العطريه ما ديروهاش في الاول، حتى تقسموا العطريه عاد ضيفوا الملحه ديروها غير هنا مع الدجاج. وديك الشرموله اللي تبقات اللي خليناها في الزلافه هذيك غادي نطيبوا بها المرقه، لان انا غادي الدجاج نطيبوه بوحدو والمرقه بوحدها. ما ديروش فيه الملحه نهائيا، وكيجيكم هو هذاك لانه فيه الحامض مصير مالح والسمن مالح وحتى الضويمه مالحه. الا درتوا الملحه غادي تجيكم المرقه ما زوينه ما والو، تجيكم مالحه بزاف ما تقدوش تاكلوها. المهم ديروا الملحه غير في الشرموله اللي غتشرملوا بها الدجاج. هنايا الشعريه الصينيه خويت عليها غير المغليان وخليتها حتى ترطبت وصفيتها، وانا كنقطعها هنا باش ما تجيش طويله. الطريقه راه ساهله، وهاد البنات هاد الدجاج هذا غادي تعتمدوه اكيد لانه كيجي فتي وكيجي بنين بزاف بزاف، ويتحضر معنا في ساعه في ساعه، ما فيش بزاف ديال الوقت. هنايا هاد الشعريه هذه ديروها البنات من افضل الشعريه الروز، الشعريه الصينيه ديال الروز. هنا غادي نديرها في هاد الشرموله هذه، وغادي نضيف عليها الهريسه البنات كتعجبني بزاف بزاف. هنايا هاد الشعريه تجي حاره، كتجي واعره في المذاق. المهم انا غادي نزيد عليها الحار، هريسه حاره، وغادي نزيد عليها حتى نزيد عليها شويه الملحه باش تجي المذاق ديالها هو هذا. كنزيد هنا عاد الدجاج شويه كما قلت لكم، ديروا الملحه غير في الدجاج، نتوما ديروها مع العطريه، انا نسيت حتى الاخر. المهم ديروا غير في الدجاج الملحه، اما العطريه اللي خلينا باش ديروا بها المرق ما ديروش فيها، راه تالي تطيب لكم وذوقوا، الا خصكم عاد تزيدوا، لان هي راه كتجي مالحه غير هكا كيف كتجي مالحه. هنا غنضيف كما قلت لكم الهريسه على هاد الشعريه هذه، كتجي يا سلام. اللي كيعجبو الحار يحرحرها والله البنات كتجي واعره. وهنايا هاد الاضافه ما نقولش لكم يا البنات، السر ديال هاد اليازير هذا
كتضيفوه في الحشوه وكتضيفوه حتى في الدجاج. والله يا البنات لا كيغير لكم المذاق بواحد 90 درجه. عرفتو كيجي خطير. داك اليازر راه غتاكلوه، راه ما فيش ما كيضر ما حتى شي حاجه. عرفتو والله الا كيجي خطير في المذاق داك اليازر، كيعطي لوغو لا للدجاج ولا لديك الشعريه. هنا ضفت هنا واحد شويه ديال الكنور الضويمه، غير شويه وصافي. اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، ولكن الا درتوها غادي تجيكم هاد الشعريه بنينه 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 بواحد الشكل خطير. صافي غادي نبدا. درت جوج هنايا البنات، غادي يكفيوني كل وحده في الدجاجه. غادي نعمرها هنايا في الدجاج. الطريقه راها ساهله وبزاف. المهم هنايا بعد ما عمرت ديك الشعريه كما قلت لكم درت جوج ديال الحبات. هنا غادي نجمعها غير بكيغدو، ما غادي لا نخيطها لا والو. والدجاج ديالنا كيبقى ما كيتشتت ما والو، كيبقى شاد في راسو. ها نتوما غير تبعوا معايا وغادي تشوفوا كيفاش غادي يطلع لكم هاد الدجاج البنات. والله حتى تاكلوا ما تشبعوش منه. غادي نجمعهم بجوج هكا بكيردون، نعاود حتى الاخرى بنفس الطريقه. وصافي درت لهم الكيردون وهاد الرجيلات عقدتهم هنايا بخيط. ودركا غادي ندوزو نصاوبو المريقه ديالنا وخليهم هما يترقدوا البنات. هنايا درت البصله، درت واحد جوج بصلات اللي هما كبارين مزيان، ودرت معاهم دوك القناصي ودوك الجناوح وحتى العنقه. ديك المريقه اللي خلينا اللي قسمنا في الاول غادي نديروها في هاد الحشوه هاد، في هاد الشرموله هاد اولا المريقه، في هاد الضغميره. وغادي نضيف عليها القرفه، لان القرفه كتعسل لينا البصله وكتجي تعطيها واحد المذاق خطير. لوغو ديالها كيجي مبدل. هنايا درت تقريبا ما كامل ما كاملش نص كاس ديال الزيت اللي درت. حتى من بعد غادي تشوفوا معايا متى غنضيف الزيت. وهنا غادي ندير جوج كيسان ديال الماء وغادي نبلع عليها، لانني بغيت انا هنا غادي ندير صراحه كنت عواله غادي نتغداو مجموعين الساعه فرقنا الغدا. انا ديك هي اللي ما كنبغيهاش صراحه، والله ما كنبغيش انايا نفرق الغدا، يعني كنبغي نحط كلشي في دقه واحده. ولكن النص كلا والنص ما كلاش. صافي درت جوج حطات. وهنايا درت اليازير، عاود زدتو. انا كنموت في شي حاجه سميتها اليازير مع دجاج محمر، كتهبني كتجي واعره. غير اللي ما عمرها ما جربتها البنات جربها. المهم درتهم انا في الكسكاس، غادي نديرهم يتفوروا كما كتشوفوا. نغطي عليهم وخليت الدجاج ديالنا نحطوه على الصدر، خليه يطيب مزيان. هنا الضغميره بعد ما طابت حليت عليها وضفت ليها الكبادي اللي فيضتهم في شويه ديال الحامض والماء غير باش تحيد ديك الزفوريه. وهنايا عاد ضفت شويه ديال الزيت، واحد 4 كاس. وخليت هاد الضغمر مع النار قليله وانا كنحرك فيها حتى الضغمره. تشوفوا معايا البنات كيفاش كتجي المريقه واقفه وبنينه، والدجاج كيجي يا سلام. صراحه ما شاركتش معكم طريقه التحبار، تزربت وفي الساعه حطيت ما نسيت باش نصور، ماشي ما نسيت، ما لقيتش الوقت. وصافي هذه بقات هنايا مفوره حتى يجيو من يبغيو يتغداو عاد نحمرها لهم باش تجي سخونه. وكنتمنى ان وصفات اليوم تنال اعجابكم.